السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهارده مع بعض. في الفيديو ده هنعمل احلى طريقه للبسكوت، بجد طريقه جميله جدا جدا وبسيطه كمان. معانا بولة فيها كوبايه من السكر البودر ويكون منخول كويس جدا، وفي الوصفه دي السكر لازم يكون بودر. ومعانا كوبايه كمان من السمنه، انا ضفت سمنه، لو عايزين ميكس بين الزبده او السمنه او الزيت حسب ما تفضلوا وتحبوا طبعا. تمام، بس اهم حاجه الكوبايه اللي هنعاير بيها السكر هي اللي هنعاير بيها السمنه او الزبده او الدقيق، كل المكونات مع بعض. تمام، هنقلب دلوقتي كل المكونات كده اللي هي السكر والسمنه كويس جدا لحد بس ما اللون يفتح معايا زي ما حضراتكم شايفين معايا بالفيديو. تمام، هضيف بيضه، والبيضه تكون بدرجه حراره المكان، واول ما احط البيضه طبعا هحط معلقه صغيره كده من الفانيليا، نوع تكونوا بتحبوه وتفضلوه. وهضرب برضو، ولازم كل حاجة تاخد حقها كده في الضرب زي ما احنا شايفين مع بعض. دلوقتي بقى الدقيق بيختلف من نوع لنوع، طبعا انا ضفت كوبايتين زي ما حضراتكم شايفين، ورشة من الملح. وحاجة كده جميلة جدا، بودرة الكاستر بتودي البسكوت بجد في حتة تانية خالص. هحط معلقتين كده كبار مليانين من الكاستر، بودرة الكاستر بيبقى موجود في السوبر ماركت او عند العطار، يبقى معلقتين كبار كده هرميين كده من بودرة الكاستر، نص معلقة ممسوحة من البودر. خدوا بالكم من ممسوحة من البودر عشان بس ايه الرسمة تبقى معانا زي ما هي وما يفرش قوي قوي كده في الفرن. وهلم العجين معايا، وعلى حسب انا احتجت يعني كوبايتين ونص من الدقيق، يبقى المقدار ده خد معايا كوبايتين ونص من الدقيق. وبلم العجينة مش بعجن في البسكوت زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اشكل، وطريقة التشكيل هنا سهلة جدا جدا، يعني بأسهل حاجة عندنا. هجيب سكينة وهنشكل زي ما انتوا شايفين. بس دلوقتي هاخد مسحة كده من الزيت معايا بتدي ليونة كده للعجينة وانا بشكلها. زي ما انتوا شايفين بقى الحجم على حسب ما انتوا حابين، عايزينها صغيرة عايزينها كبيرة ديت بتاعتكم انتوا. انا هوريكم طريقة التشكيل وبس. شايفين بكور، ويعني بضغط عليها ضغطة مش كتير عشان مش تبقى رقيقة معايا، وبجيب ظهر السكينة وبعمل الشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. ولا اسهل من كده، شكل جميل ينفع تسيبوها كده، وينفع نعملها زي ما انا هعملها معاكم بالفيديو دلوقتي، بجد من غير بصمة ولا اي اشكال، هنعملها بالسكينة وجميلة جدا. هعمل معاكم كمان واحدة وبعدين هخلص الكمية وهنشوف هنعمل ايه. بجد الطريقة دي جميلة جدا، ينفع تحطوا واحنا بنعجن بنلم العجينة، ينفع نستبدل معلقتين من الدقيق ناخدهم ونحط كاكاو، نوع كاكاو يكون كويس لو انتوا عايزينها بالشوكولاتة. حاجة جميلة جدا الطريقة دي بجد من سهولتها، انها ممتعة جدا وطعمها بجد في حتة تانية. دلوقتي بعد ما خلصت كل الكمية، انا هجيب بس مسحة صغيرة من الزيت على الصينية برضو عشان اضمن ان هي ما تلزقش معايا، وهدخلها في درجة حرارة 140 على حسب بقى الفرن عندكم، تبقى نار هادية وعلى الرف الوسط، وهسيب من 10 ل15 دقيقة. اول بس ما تبقى تاخد لون يعني كويس كده من تحت، يعني مش غامقة قوي، بطلعها وبسيبها في الصينية لحد ما تبرد. زي ما انتوا شايفين كده شكلها ريحتها تحفة، شكلها محافظ على الرسمة بتاعتها، بجد ريحتها قلبت المكان، جميلة جدا. بس لازم اسيبها تبرد كده في الصينية عشان ما يتكسرش معانا، لانه في الاول والاخر يعني نوع بسكوت ودايب جدا، ولازم تجربوا ان شاء الله الوصفة ديت وهتعجبكم جدا جدا. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير، وبتعملوا بقى مشاركة كده عشان نرفع الفيديو ده. واتمنى بقى تقولولي عايزين ايه بقى في رمضان، ايه افضل حاجة نعملها مع بعض ان شاء الله. وشايفين البسكوت دايب جدا، بجد طعمه تحفة، شايفين ماسك نفسه في نفس الوقت دايب جدا، بجد روعة. بجد كمان معلقتين الكاستر بيفرقوا جدا جدا في اللون والطعم والريحة، حاجة في منتهى الجمال. من شوية مكونات صغيرة عملنا كمية كبيرة جدا جدا، بجد شايفين شكله طعمه تحفة جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واسيبكم في امان الله يا افضل واجمل متابعين.